فول اونرشيب، ولكن انت بتشتري جزء من العقار. فالابريشيشن اللي بيحصل انت بتستفيد بيه. ازاي اصلا اشرح لواحد الفرق ما بين الاستثمار التشاركي والتايم شير؟ التايم شير هو معناه الحرفي، الترجمه الحرفيه ليه تايم شير، انا بشتري شراكه في جزء في الاستمتاع بهذه اليونت، ولكن اليونت بتاعتي لا مش بتاعتي. اوكي. لكن هنا اتس اونرشيب، فول اونرشيب، ولكن انت بتشتري جزء من العقار. فالابريشيشن اللي بيحصل انت بتستفيد بيه، الاستخدام بتاعه انت بتستفيد بيه، تقدر تبيعه وتشتريه، اقدر ابيعه واشتريه، اقدر اعيد بيعه، اقدر اعيد بيعه، اقدر اورثه لاولادي او اورثه لاولادي. فهو في الاخر مختلف تماما عن التايم شير. الاقتصاد او الفراكشن اونرشيب مختلف تماما. بغض النظر بقى انت بتعمل فراكشن اونرشيب، البيزنس ده هتبقى بتعمله فراكشن تو يوز عشان استخدمه، زي اللي بيحصل في الجونة ابارتمنت وغيره. صح. من الحاجات اللي موجودة هناك، الحاجات الساحلية وما شابه، وناوي شيرز اللي اشتغلوه في الساحل السنة اللي فاتت، ولا انا ولا بشتريه فراكشن اونرشيب تو انفست. بالظبط.